اسمي ماهر عبد التواب شعبان، دكتور مهندس. الحقيقه انا جيت الورك شوب لان في تطبيق جديد فيه بالنسبه للاجايل، لان ده كان الاصدار السابع ل EMI. اهم حاجه كنا اتعلمناها فيها الحقيقه ازاي تربط الاجايل ممكن مع التراديشنال بروجكتس، لان ده كان موضوع مهم جدا ان يحصل كوكتيل ما بين الاثنين مع بعض. ازاي؟ لان الناس فاهمه دايما ان الاجايل بيتنفذ لوحده والووتر فول لوحده، فالحقيقه لا، الاثنين ممكن يكونوا في وضع معين مع بعض وممكن يبقوا منفصلين عن بعض في نفس المشروع. اهم حاجه الحقيقه في الورك شوب ده الشرح كان ممتاز جدا، المكان كان مهيأ، الانسيابيه بتاعه الجيرني في الشرح جميله جدا جدا. الدكتور خالد الحقيقه كان راجل محاضر متمكن، عنده علم ما شاء الله كويس جدا. في فرق طبعا بالنسبه للمعلومات اللي حصلت مع الواحد، لان احنا يمكن وصلنا لغايه الاصدار السادس، الاصدار السابع لما زاد عليه الاجايل. ده الحقيقه فرق كبير جدا اضيف لاداره المشروعات بالنسبه لي. الحقيقه يعني انا اتمنى كل الناس تبتدي تاخد اداره مشروعات، لان ده بيطور من مستوى اداره المشروعات في مصر، وبيساعد كتير جدا على ان الناس تتكلم لغه واحده، وده بيؤدي لتقدم في التنفيذ وفي اداره المشروعات وفي التكلفه اللي بتكون موجوده فيها. كمان بيبقى في تعارف وتآلف بين التيم وورك اللي موجود في اي مشروع. اتمنى ان شاء الله ان الناس تبص للموضوع ده بنظره مهمه جدا، سواء كان في سن صغير او سن متوسط او سن كبير. الحقيقه هم هنا بيدوا للثلاثه، وكل واحد ليه كورس معين عشان خاطر يستوعبه. ان شاء الله كل التوفيق للنيفي كروز، والف شكر للدكتور خالد.